يعني ايه الفراخ ما تتغسلش؟ ايه الكلام ده؟ طب تعالى اقولك بقى على خلطة جبارة تضيفيها عليها اثناء التنظيف، تضيعي بيها الزفارة نهائيا واي روايح مش تمام. وهنعمل خلطة للفراخ المشوية خطيرة بدون لا فحم ولا دخان، بطريقة تسوية بسيطة جدا، وبرضه هنديها طست المشوي. طعمها تحفة، هتعتمدوا طريقتي لما تجربوها. سيبوا الفيديو ده عندكم، متأكدة ترجعوا له لو عندك عزومة او حابة تطلعي وجبات من بيتك. يلا نصلي للرسول في الاول ونشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه بتجيبي الفراخ بالكميه اللي تحبيها، وزن من كيلو لكيلو ونص بيكون مناسب جدا للشوي، ما تزوديش عن كده. هبدأ بقى أعمل الخلطة اللي بتضيع زفارة الطيور تماما. عموما أنا دايما بعتمدها: شوية دقيق على ملح، تبدأي تدعكي بيهم الفراخ. تحديدا نهتم بالمنطقة اللي ما بين الجلد واللحم، بيكون في طبقة زلالية لازم أتخلص منها، أكيد كلكم عارفينها، والدهون الزيادة وأي حاجة مش تمام. بعد كده اعصري بقى كام ليمونة كده حلوين، وارجعي دعكي الفراخ تاني واديها شطفة محترمة وادعيلي، بتكون معاكي زي الفل. هاتي مصفى صفي عليها كمية الفراخ 10 دقايق، تنزل أي مية زيادة، كل المية دي زفارة، ما ينفعش اضيف عليها التتبيله بالميه، هتحسي ان الفراخ معاكي زفره. خدوا بالكم ممكن نضيع الوصفه كلها على حاجه بسيطه صغيره. مفيش حاجه كمان اسمها الفراخ ما تتغسلش. انا بالنسبه لي الفرخه لو ليها ريحه ما اقدرش ان انا اكلها. هسيبها بقى تتصفى ونعمل التتبيله مع بعض. هنجيب بقى الكبه او الخلاط، نقطع بصل على طماطم على فلفل على توم. ممكن نعمل فلفل بارد او حار او ميكس ما بين الاتنين زي ما انا عامله كده. وننزل بالخل عشان بس نجري سكينه الكبه. الخل هنا اساسي، بيسرع في سوى الفراخ ويخلي اللحم طري وجوسي جدا معاكي. طب انتي مش عندك كبه، هتستخدمي ايه الخلاط، بس سكينه الخلاط هنا ضعيفه شويه، فهزود كميه ميه صغيره بحيث ان التتبيله تنعم معايا عشان لحم الفراخ يشربها. غسلت بقى الليمون وبدأت ان انا اعصره وانزل بالقشر. القشر هنا فيه كمية زيوت حلوة قوي، بضيفه اثناء التسوية بيخلي ريحتها تجيب لاخر الدنيا. على فكرة هسيب لكم مقدار فرخة واحدة في صندوق الوصف. بعد كده بقى هضيف الزيت، هريسة ومستردة وصلصة. هنجيب بقى باكت ماجي الخاص بالمشويات، مش غالي ابدا، ب10 جنيه في اي سوبر ماركت، متوفر في كل حته، بيعلي التست جدا. انا ضفت باكت واحد. احفظي كده لكل فرخة هضيفي معلقة صغيرة من الملح، بتكون مظبوطة قوي. وبرضو لازم ندوق التتبيلة: فلفل اسود بقى، على بابريكا وجنزبيل وشوية من بهارات الفراخ ورشة سكر. قلبتها كويس جدا، شايفين بقى لونها وريحتها خطيرة، من أجمل التتبيلات اللي ممكن تجربوها للفراخ المشوية. حاجة واحدة ممكن تبوظها مش هتتخيلوها، هي بسيطة جدا: الملح. لو ما اتظبطش فعلا طعم الفراخ ما بيكونش باين وبيكون وحش جدا. عشان كده نصيحة مني: دوقي التتبيلة قبل ما تضيفي عليها الفراخ، حسيت ان هي محتاجة ملح بتزودي شوية وترجعي تقلبي، مش محتاجة خلاص. هتجيبي بقى السكينة وتيجي من عند منطقة الصدر، دايما نشتكي ان هو بيكون دلع مش واصل له التتبيلة ولا متبخر. نعمل فتحة كده بالطول، وفتحة من عند الفخذ والدبوس من تحت الجلد. يا جماعة عايزين نحافظ على الجلد عشان يكون شكله حلو في التقديم. وتبدأي كده تتبلي الفراخ كويس قوي. نحاول نجيب بولة كبيرة أو طبق كبير، تقلبي بقى الفراخ من فوق لتحت ومن تحت لفوق عشان تتغلف كلها بالتتبيلة الجميلة. حاولت ان انا اقول لكم كل التفاصيل الصغيره، ما عديش حاجه، على قد ما اقدر، من اول التنظيف كمان هنسويها بطريقه سهله وبسيطه قوي، وهنقدمها برضو بطريقه حلوه وشيك ان شاء الله في نهايه الحلقه. يعني اعتمدي الطريقه دي لو عندك عزومه، لو بتطلعي وجبات، لو بتشتغلي من بيتك، شغل الكاترينج اللي هو الاكل البيتي، اعتمديها. كل اللي هياكلها من ايدك هيشكرك عليها. لازم برضو تسيبيها من قبليها بليلة، يعني 24 ساعة في التلاجة. هغطيها وادخلها التلاجة، وتاني يوم هنسويها مع بعض. طلعتها بقى تاني يوم من التلاجة على رخامة المطبخ على طول. ليه؟ عشان تاخد درجة حرارة المطبخ، ما تكونش ساقعة أثناء التسوية فتغيب معاكي في السوا. خدوا بالكم من التكة البسيطة دي. بتولعي الفرن من قبلها بحوالي ربع ساعة، درجة حرارة عالية، نعلى من الرف الأسفل. هنبدأ نرصها في الصاجات مع بعض. وآخر حاجة هتضيفي رشة بسيطة من الزعتر المجفف أو الفريش المتوفر على الوجه كده، ريحتها هتجيب آخر الدنيا أثناء التسوية. في حاجة عاوزة أكلمكم فيها: لو حابة تعملي الفراخ دي أو عندك عزومة أو تطلعي وجبات، لازم يا جماعة تنظيم الوقت. يعني في أولويات. أولا لازم تصحي بدري عشان ما تضغطيش، وتشوفي الأولويات إيه وتعملي إيه. المواعين تتعمل أول بأول عشان ما تتكومش عليك وتلاقي في آخر العزومة المواعين قد كده. تعملي المحاشي من قبليها بليلة: البمبار، الفراخ، الكفتة، زي ما عملنا مع بعض الحلقة اللي فاتت، ووعدتكم هنزل لكم حلقة الفراخ في حلقة النهاردة. فانا عاوزه انظم معاكم الموضوع كده بحيث ما تكونيش يوم العزومه مضغوطه وتيجي في اخر اليوم تكوني خلصانه نهائي.
فالطريقة دي بتكون حلوة قوي. سويتها وطلعتها على الشواية 3 دقايق، واديتها بقى قطعة فحم كده في فويل ومعلقتين زيت، وكمرت عليها 10 دقايق اكنك عاملاها على الفحم بالظبط. كانت خطيرة. وزي ما قلت لكم في اليوم ده انا كنت عامله العزومه بره البيت، فغلفت الفراخ وباقي الاكل اللي عملناه الحلقه اللي فاتت في الاطباق الفويل الجميله دي. بتكون حلوه قوي. شويه بقى بقدونس ونجرنش كده الاطباق عشان يكون شكلها شيك. وبالف هنا. احلى تتبيله فراخ مشويه هتجربوها بشهاده كل اللي هياكلها من ايديكم، خطيره. لو وصلتوا لحد هنا اوعوا تنسونا في خالص الدعاء ولايك وشير لو الفيديو عجبكم، والاشتراك في قناتي على اليوتيوب. مستنيه بقى تعليقاتكم اللي بتسعدني، وبجد شيروا للوصفه دي كتير عشان انا عارفه ان هي هتنفع ناس كتير قوي في عزومات وكمان في وجبات. استودعكم في امان الله، وباي باي.